السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف خير. كما تنقول لكم دائما تنتمنى عيدكم يكون داز مزيان بزاف مع العائلة والحباب. واحد الموضوع المهم شوية تيضحك، ولكن بغيت نهضر فيه وبغيت نثير ليه الانتباه، لان بنادم خصو يدير العكس ديالو. هو ان المغاربه تلاحظ فيهم كيخافوا بزاف من الشمس، خصوصا العيالات، على اساس انها الا تشمشات انها غادا تسمار، ولا سمارت غادا تخياب، لان العيالات هكا تيفسروا الامور. انا قلت لكم غالبا العيالات تتلقى 90-80% د العيالات تفكروا بهذه الطريقه. مثلا انا غادا مع عائلتي في طوموبيل، او لا غادا نقضي شي غرض مثلا في الطوبيس في الحافله، او لا في الكار مسافره، او لا غادا في التران مثلا. تلاحظ العيالات يتقاتلوا باش يجلسوا من الجهه اللي ما فيهاش الشمس ضاربه، مع العلم ان الطريق راه كيميل السائق، يعني راه ممكن هكا وممكن هكا، ممكن شمس ممكن ماشي شمس. وحنا اصلا راه في هذه البلاد راه حنا محسودين على هذه النعمه ديال الشمس. في نظركم النصارى شنو اول سبب كيخليهم يجيو وتيجيو يقدروا يجيو كاع حتى في فصل الشتاء تيجيو للمغرب؟ علاش؟ حيت يعرفوا ان الجو معتدل، واخا فصل الشتاء هذيك الشميشه ما كتبعدش علينا، يعني تتبقى تترزقنا بديك النعيم ديالها على طول العام. مثلا في فصل الربيع خلاص راها كاينه هي وشويه د الغيام، شويه ديال يعني الجو غزال، الجو كحمق. والله القسم ما راكم عارفين بهذه النعمه. انا تنعرف ناس من اقرب المقربين ديالي في اوروبا تيضربوا الشوكه ديال فيتامين دي. شنو هو فيتامين دي؟ هو الاشعه الشمسيه سمحوا لي، يعني تيكونوا في اشد الحاجه للشمس، وتيبقاو يقول لك سعداتكم. حنا دابا فاش كتعطل الشتاء وتنبقاو نقولوا الشتاء ما طاحتش، تيقول لك سعداتكم الشمس. كتنشري حوايجك تينشفوا، كتعرضي ليها في اي وقت تتحسي براسك مدفئه، يعني واحد النعمه بحال الا مغطيه. واصلا هي ما كتخليش العظام يمرضوا. واحد الطبيب في التلفازه كان قال لك لاحظت ان العيالات مرضين بالروماتيزم، والروماتيزم ما خصناش نمرضوا به في المغرب. قال لك مع العلم ان عندنا احسن شمس. يعني شنو السبب؟ قال لك هو خلاها، قال لك ما عرفتش شنو السبب. السبب هو ان العيالات تيتدرقوا من الشمس النهار كامل، وهي راها معروفه، هي الشمس اللي كتضر وقيله من 11 ل4، يعني ما بين الظهر والعصر. هذيك هي الشمس اللي شي شويه يتجنبها بنادم. اما الشمس الاخرى ديال الصباح وديال مور العصر ما احسنها وما اجملها. انا ما فهمتش علاش كنتضرقوا من الشمس، والله ما فهمت. الا كان على السموره راه احسن لون في العالم، راه مسطي عباد الله. السموره راها مسطيه عباد الله، كلشي باغي. راه الناس اللي لاباس عليهم راه تيمشيو يديروا الليزر، والليزر خطير، تيديروه باش يرجعوا سمر، باش يرجعوا برونزيان، باش ما يبقاوش بويض. علاش المغربيات كتخافوا من الشمس وكتخافوا توليو سمرات؟ وغير واحد المعلومه تفكرتها. واحد صاحبتي كانت زوجات بواحد عايش في هولندا بالحق، هي سميمره غزاله تبارك الله، كانت مقبوله. طلب منها واحد الطلب، قال لها بغيتك تسماري اكثر من هكا يعني قال لها تعرضي للشمس اكثر باش تولي سمره اكثر. يعني شوفوا العقليه المتفتحه، يعني في الخارج وشو شنو تيطلب منا باش يفتخر، باش ملي يديها لتما يفتخر يقول انا مرتي ها كيفاش دايره. وحنا هنايا المغربيات انا قلت لكم 80% كيخافوا من الشمس. تتخاف متعرض يعني حتى خفتوا على وجهكم مثلا في الدار، قسوا في شي كريسي في البالكون وديروا ظهركم للشمس، بعدا غير الظهر يشبع شمس. ولا مثلا هكا الرجلين عرضوهم للشمس، اللي عنده بالكون، اللي عنده شي شرجم كبير تيدخل الشمس، اللي عنده شي جريده. والشمس راها نعمه، راها كنز، والله القسم الا كنز. وعرفوا بقيمه بلادكم، وعرفوا بقيمه الجو اللي عندكم، وعرفوا بقيمه الخير الطبيعي اللي عطيكم الله.
راه ملي تتمرضي بالروماتيزم غتيكون سي طروطار، تتكون عظامك بحال الا بردات، يعني ما بحال اللي تعطلتي على راسك. والله اعلم، ما تنفهم والو في الطب، خصنيش نتعمق في الموضوع. وشبعوا شموشات مع راساتكم، شبعوا شموشات، وخصوصا تجنبوا غير هذا الوقت اللي قلت لكم ما بين الظهر والعصر، هو اللي تتكون الشمس شويه خطيره، يعني بسبب التلوث، بسبب البيئه، هادشي اللي وقع فيها، بحال اللي زعما الشمس ولات شويه مضره. ولكن قبل الظهر ومن بعد العصر تبرعوا بها، تبرعوا بالكنز الفابور. فابور تتخسروا حتى شي حاجه. اللي عنده شي جريده شي منظر زوين يجلس ويتعرض، واخا يعرض انا قلت لكم غير ظهر ولا رجليه. المهم راه كنز طبيعي ديال الله سبحانه وتعالى. راكم رحنا نهضر على راسي تاينا، حيت انا من الناس اللي شويه كيتجنبوا الشمس على الوجه. دابا حنايا البنات والعيالات على الوجه تنبقى نقولوا لا وجهنا يبقى صافي. هو راه كاين الغسيل، كاين الزيوت بنادم يدهنها، يزيد اركان راه تتصفي، يدير داك الكوماج ديال المواد الطبيعيه، والوجه تيولي كيشعل، كتنقيه من ديك حتى ضرباتك الشمس كتنقيه في البلاصه. شي صابونه طبيعيه صافي، والوجه كيولي كيف كان ولا احسن. مهم عيشوا الحياه، لان الشمس راه هي الحياه اصلا، بلا بها راه ما كاينه حياه. عيشوا الحياه وتشمشوا مع راساتكم. الناس كيجيو من الاجانب منين ولين باش يذوقوا الشمس ديالنا، وحنا خايفين منها. سبحان الله. واحسن واحد المثله تفكرتها، احسن الحوايج في الحياه هما اللي تيكونوا فابور، من ضمنهم الشمس. يعني لاش هكا بنادم تيبقى تيضيع راسو في واحد الحاجه عطيها له الله فابور، ما كيخسر فيها حتى 2 ريال كما تيقولوا. ايوا المهم تنتمنى ما تكونوش من الحالات اللي كيوصلوا لانهم يمرضوا بالروماتيزم، وانهم تيضربوا الشوكه ديال فيتامين دي باش تيعوضوا. هي الحاجه الطبيعيه عمرها ما تتعوض اصلا. المهم ما تخافوش من الشمس، ما تخافوش، راه احن، راه بحال الام، راه الحنان ديالها سبحان الله راه ما كاينش بحاله. يلا السلام عليكم.